عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو بخصوص الناس اللي عندهم بالصباغه ديال الخيال وكي كتبوا ليهم ولادهم بالستيلو. كيف ما غنوريكم البنات، انا ولدي دار ليا كارثه معنى الكلمه في الحيط. انا دابا نقرب لكم الكاميرا حيت ما كتبانش. ما كنخلي ما ندير، كنحك كيرجع يكتب ليا. عييت لدرجه الحيط يعني ما بقاش فيه داك لا بغيونس اللي فيه. ف اليوم في هذا الفيديو غنعطيكم الحل. كيما تا انا لقيت الحل، تا انا ما نبخلش عليكم ونعطيكم واحد الحل اللي هو ساهل بدون مجهود، بلا تماره. فقط منتوجين، فقط جوج حوايج فقط البنات هما اللي غيخليو الحيط ديالك يتنقى ويحيد منه الطبيع ديال الستيل. كيف قلت لكم البنات، هذا الحل هو اللي غيخلي الحيط ديالكم يتنقى ويتحيدوا منه كاع الطبيع. شوفوا البنات، حيت هنا السداري محطوط هنا كيبقى يطيح ليا داك الشيء وكيوسخ الحيط كيف ما كتشوفوا. ها انتم شوفوا البنات الحيط كيف داير. شوفوا الوسخ. عرفتوا راه ما كنخلي ما ندير، ولكن ولدي تبارك الله شاقي، يعني كنحك وكيرجع يدير. ولكن ملي لقيت هاد الحل اللي غنشاركو معكم دابا، فاكيد غادي نجربو قدامكم وانتم كتشوفوا، وغنوريكم النتيجه النهائيه. وكيف قلت لكم بجوج منتوجات فقط. يلا البنات، انا غادي نوريكم المنتوج اللي غادي نستعمل وغادي نشاركو معكم وانتم كتشوفوا، وغتحصلوا على واحد النتيجه رائعه، وغترحموا لي الوالدين على هذا الحل، حيت فعلا كلنا كنعاني من هذا المشكل. ما كاينش شي وحده عندها هذا النوع ديال الصباغه في الدار وما كتعانيش، خصوصا اللي عندها الاطفال. اما اللي ما عندهاش الاطفال فما كاينش اللي غيكتب لها في الحيط. اما اختي اللي عندها الاطفال، شوفوا والله القسم الا الله مسحته. وكنت باغا ندير معكم فيديو ولقيت راسي مسحته، قلت دابا شنو غادي ندير؟ هو يعاود يكتب ليا وما مسحتوش. قلت ندير فيديو قدامكم ونمسحو قدامكم. يلا البنات نوريكم شنو غادي نحتاجو في هذه العمليه باش نزولوا هاد الطبيع كاملين وغنحصلوا على واحد اللمعان في هاد الصباغه غتولي نقيه. يلا البنات معايا. ها هما البنات، هاد جوج مكونات اللي سحريين بمعنى الكلمه، قسما بالله الى نتيجه فعاله 100%. شوفوا البنات، هاد البرودوي خطير 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 خطير. انا جربته والصراحه بالزربه حيد لي الطبيع من الحيط وبحد المده اللي هي وجيزه، يعني بسرعه. غير هي بنات ما ديروش شي حلفه حرشه، راه غير الحلفه. يا اما هذيك الرطبه ديال الماعن، يا اما ديروا هذه حتى هي راه زوينه في الحكام. جربوا هذه. وهذا المنتوج ديال اوني صراحه غزال مزيان. هو خاص بالزليج، خاص بالطواليطات، يعني ها نتوما لافابو لاصاش. المهم البنات الثمن ديالو 280. غنحلو لكم باش تشوفوا كي داير. هو الشكل ديالو بحال لوجيل. ها هو البنات كيف داير من الداخل. هو شويه الريحه ديالو مجهده ولكن ماشي بزاف. انا البنات غادي ننظف قدامكم الحيط، غنوريكم قبل وبعد، وغادي نوريكم واحد اللعيبه اخرى غادي نديرها به. صراحه ننصحكم به. كل شيء غتشوفوه قدامكم. ولا بغيتوني دائما نبقى نشارك معكم هذا النوع من الفيديوهات، نشارك معكم البرودويات اللي كناخذ والنتيجه زعما داكشي اللي كيليق ليهم، زعما البرودويات والاشياء اللي يمكن لينا نستعملوهم فيه. المهم البنات، ها نتوما مع الفيديو. نتوما البنات، خدينا هذه في الزكته، غناخذ اوني. ها هو كل شيء قدامكم، ما كتبين عليكم، ما كاين حتى حاجه في الموضوع. شفتوا البنات؟ شفتوا ستيلو اختفى ما بقاش.
نهائيا. دابا غندوزو لهاد الطبيعه اللي هنا كيف قلت لكم. ها نتوما شفتوا البنات، خليهم شويه يطلعوا. هاي طبعا احنا ها كيف كتشوفوا البنات راه بان لكم كل شيء قدام عينيكم. وكيف كتشوفوا البنات هذه هي النتيجه النهائيه. الصباغه ما كطيرش والله العظيم يا البنات، الا الصباغه ما كطيرش وكيولي يبان لكم الحيط نقي 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 نقي. ما ديرش على الروينه اللي ورا هاد الحيط حيت كنخمل داكشي علاش. ودابا البنات غادي نصايب معكم هاد الطريقه اللي هي زوينه بزاف. غادي نحتاجو البنات واحد الصوبيره كتكون صغيره ديال الكريم، ديال قرعه ديال العسل صغيره، المهم اي حاجه اللي هي صغيره. غنشدوها البنات غنتقواو 4 ثقبات صغار من التحت، يكونوا بنات صغار حتىكم تكبروهم، و4 ثقبات من الفوق كيف كتشوفوا. المهم البنات حاولوا ما ديروهمش كبار. دابا البنات غنشدو هاد اللوجيل ديال اوني غادي نعمرو به هاد السوبيره اللي هي صغيره. هو اصلا خاص بلاصاج، خاص بلافابوات. اول حاجه البنات ملي كتدخلوا اعزكم الله المرحب، ملي كتطلقوا الماء كيهبط عندكم الماء فيه الريحه، وفي نفس الوقت غيحافظ لكم على داك اللون، يولي دائما كيبان لك لاصاج باللي نقي وابيض، حيت هو اصلا هذا بحال المعقم ومنظف في نفس الوقت، راه كلشي مكتوب عليه. غادي نعمر هاد القريعه الصغيره. جربوا البنات هاد الطريقه وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف بزاف. هكا ملي تحسوا بها خوات تجبدوها وتعاودوا تعمروها وتعاودوا ترجعوها. ودابا البنات غادي ندوزو لاصاج. اعزكم الله كنعتذر البنات، غير بغيت نوريكم كيفاش تحلوا لاصاج. كتوركوا عليه بحال بهذه الطريقه وكتبقاو تدوروا في هاد البلاصه اللي كنكبوا منها الماء، كتبقاو تدوروا فيها حتى كتخرج، ولكن ضروري توركوا باش تخرج بالزربه صافي. وكنحيدوا هاد الولاقه. راه ساهله البنات، راه ماشي زعما شي عمليه اللي هي صعيبه، بسرعه البنات دغيا. وهنا كيف كتشوفوا البنات غادي ناخذوا، وريتكم غنحطوا هذيك القريعه في هذه البلاصه اللي خاويه اللي ما فيها حتى حاجه. ها هي البنات القريعه غنديروها هنا. راه واخا تبان لكم قاعد الفوق، راه ملي كتوركي على الماء كيهبط لك السكوفه، يعني كيبان لكم كلشي. وصافي البنات دابا غادي نرجعوا نسدوا لاصاج ديالنا. ونهار الاول ما غاديش يطلق لكم بزاف ديال الرغوه، حتى النهار الثاني حيت النهار الاول كيكون باقي لوجيل باقي شويه عاقد، ملي كيدخل ليه الماء عاد شويه كيترخف. وكل ما كتكبوا هكا الماء اعزكم الله كيبقى يهبط لكم اولا الريحه زوينه وكتهبط لكم الرغوه. هذا هو الفيديو ديال اليوم. المهم البنات انا وريتكم كيفاش تحلوا وكيفاش تسدوه، حيت كاين اللي ما عارفاش صافي وغادي يخدم الطريقه اللي هي عاديه وغتبان لكم النتيجه ان شاء الله. البنات عندكم تخلعوا هاد لافابو مسدود ليا، كيبقى فيه الماء وملي كيبقى داك الماء كيطول كيخلي داك الوساخ حاشاكم اللي كيكون في الماء. المهم البنات غادي ندوز نحكو قدامكم. انا تعمدت نخليه بحال هكاك باش نسجل معكم هذا الفيديو، راه ما يمكنش ندير لكم فيديو
في شي حاجه اللي هي نقيه ضروري خاص تكون تشوفوها قبل وبعد. دابا غادي نحك هاد لافابو قدامكم، غادي نحك حتى الروبيني، وغتشوفوا البنات لا بغيونس اللي خرج. راه الروبيني خرج كيشقشق، انا كنحكو حتى هكا من تحت، كنحك ليه دوك اللعيبه، هاد اللعيبه اللي كتهبط الماء كله كنحكو. وتا لاصاج حكوه بهاد البرودوي كيخرج زوين، وكيخرج هذاك البياض ديالو كيزيد يتلمع كيف كتشوفوا دابا البنات. دابا المشكله غنلقى مشكله فاش غنبغي نشل هاد لافابو حيت الماء ما كيدورش ليا، عرفتي بزز غادي نشلو. المهم ها نتوما البنات، راه ما كنديرش لي كميه اللي هي كثيره، راه كديري غير كميه اللي هي قليله كتعطي الرغوه كثيره وكتعطي النتيجه كذلك اللي هي غزاله. المهم انا غادي نكمل هذا بالحكان، ومني غنشلو بزز غنشلو كاين الماء، ولكن الماء ما كيبغيش يدوز ليا وكنبقى نتسنى فيه. المهم انا غادي نشلو غنوريكم الشكل النهائي. وكيف كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال اللافابو. كنعتذر البنات حيت محبوس ليا ما هبطش ليا داك الماء وبقات الرغوه. شوفوا غير الروبيني كيفاش خرج كيبري 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 يا البنات. والله العظيم الا حكيتو غير بداك الحلفه تباركم شفتوه على عينيكم. لافابو حتى هو خرج غزال، ولكن الغالب الله البنات ما بغاش يحيد ليا هاد الرغوه. المهم البنات النتيجه راه باينه وكل شيء واضح على عينيكم. صراحه كيخرج داكشي زوين وبمجهود اللي هو قليل. شوفوا البنات روبيني كيفاش خرج، ولا بحال المرايه تشوفي في وجهك. البنات غنعطيكم رايي الصريح في هذا المنتوج، خذوه على حسابي. الثمن ديالو ما غاليش بزاف والمفعول ديالو واعر. انا كنت كنعاني مع الخيال، عندي وليداتي كيكتبوا لي في الحيط كنبقى نحك حتى كيطير لي الصباغه. قسما بالله الا بمجهود اللي بسيط كيخرج ستيلو، وما كان ما كيحتاج بزاف ديال المجهود. انا كيف شفتو راني حكيت غير بهذيك ديال هذيك الساشيه اللي كيعطيوها لنا اصحاب الحوانت. يعني هذيك راه ما غاديش طير لك لا صباغه لا والو. الا بغيتي صباغه ما طيرش لك ما ديريش الحلفه الحرشه، ديري غير هذيك الساشيه. ولا كان شي طبعه اللي هي صعيبه ديري الخرقه ديال الماعن هذه. في حاله الا كانت شي طبعه اللي هي صعيبه. وثاني حاجه هاد اللعيبه ديال لاصاج كتخلي رويحه هكا في الطواليت زوينه، وفي نفس الوقت كيحافظ على داك الطواليت يبقى هكا يبان لك لاصاج ابيض. ولافابو راه خرج كيشقشق. راه المشكل اللي عندي هو انه يعني داير محبوس، غنتسنى يخوى منه الماء حيت بصعوبه باش شللته. وغنوريكم الشكل النهائي ديال لافابو. المهم البنات الا عجبكم هاد النوع من الفيديوهات انني نشارك معكم لي برودوي والمفعولات ديالهم والنتائج ديالهم، فخليوها لي في التعليق. هذا هو المحتوى الجديد ديالي، نبقى نشارك معكم بحال هذا الشيء. حيت كاينين الناس كيخافوا يكون غير كذوب، كيشوفوا هكا المنشورات في الفيسبوك يقولوا لا غير كذوب وهذه يخافوا لا يضيعوا فلوسهم. انا شاركت معكم هاد اوني، وغنشارك معكم اوني الاخر اللي قريت حتى هو عندي، وغنشاركه معكم قدامكم وغنعطيكم الراي ديالي الصريح، والله شاهد على ما اقول. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.